السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. هنعمل النهارده السبانخ بطريقه حلوه قوي. هتبقى سهله وبسيطه ومش مكلفه. هناخد منها احلى شكل في التقديم واحلى طعم في الاكل. قبل ما نبتدي ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم. هنا يا جماعه جبت حزمتين من السبانخ وحزمه من الكزبره الخضراء، وضفت ليهم المكون اللي هيفرق في طعم السبانخ خالص ومش ناس كتير تعرفه، هو الفول المدشوش. ضفت ليهم ربع كيلو من الفول المدشوش، وضفت ليهم كوبايه من الميه وسبتهم على نار عاليه يتسلقوا. في حله تانية على جنب هنزل بمعلقتين من السمنه، وهخرط بصلتين كبار حلوين كده، وهقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي خفيف. اول ما ياخدوا لون ذهبي خفيف هنزل بمعلقتين من الثوم المفروم، معلقتين كبار كده من الثوم المفروم. السبانخ يا جماعه بتعز الثوم جدا. انا ضفت معلقتين كبار، هشوح فيهم بقى مع البصله لحد ما ياخدوا لحد ما البصله تاخد لون ذهبي تقيل ونشم ريحه الثوم. اول ما هنشم ريحه الثوم هنضيف طماطم ونسيب الطماطم تتسبك. في نقطه نسيت اقول لكم عليها، اهم حاجه قبل ما نقطع السبانخ يا جماعه ننقعها في ميه حوالي نص ساعه، نضيف ليها معلقه من الخل، لان السبانخ بيبقى فيها حاجات كتير شوائب، يعني احنا ما بنبقاش شايفينها، فالنقع بيخلصنا من الشوائب دي. هننقعها، وبعد ما ننقعها هنمسكها تحت الحنفيه نغسلها كويس قوي، وبعد ما نغسلها هنحطها في مصفى خضار ونسيبها تصفي. وبعد ما تصفي هنمسكها على القطاعه ونقطعها نخرطها زي الكزبره كده بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. فاهم حاجه في السبانخ قبل ما نبتدي نعمل فيها اي حاجه ان احنا نكون غاسلينها ومنضفينها كويس قوي. هنا الصلصه بتاعتنا كانت اتسبكت ونشفت، فهي اول ما هتنشف كده هنرجع بقى للحله الاولانيه نبص عليها نشوفها اتسلقت ولا لا. هي احنا بنعرف ان الحله التانية انتهت امتى؟ لما بنيجي نضغط على الفول بنلاقيه خلاص، يعني بنحس ان هو قابل ان هو يتهرس. شايفين حبايه الفول عامله ازاي؟ في ناس كتير قوي يا جماعه بتضيف اضافات تانية غير الفول. في ناس بتضيف الرز، وفي ناس بتضيف عدس، وفي ناس بتعمل السبانخ كده من غير اي اضافات، يعني بتعمل الكزبره مع السبانخ وتضيف ليها الصلصه اللي انا عملتها دي وبس ودمتم. بس يا جماعه جربوا بجد تعملوا الطريقه دي وتضيفوا للسبانخ فول، هتتاكدوا ان انتوا ما اكلتوش سبانخ قبل كده. والله العظيم انا جربت كل الاضافات ودي كانت احسن طريقه عملت بيها السبانخ قبل كده. جربوها وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي كانت عامله معاكم ايه. احنا اليومين دول في موسم السبانخ، وهي اصلا مفيده كلها حديد ولا غنى عنها في موسم الشتاء لان هي بتدفي، فتعتبر مصدر للطاقه يعني. هنا كنت ضفت الصلصه للسبانخ، وضفت ليها معلقه من الملح معلقه من الكمون، لان هي حاجتين بتعزهم الثوم والكمون وبس. وسبتها بقى على نار هادية تتسبك حوالي 10 دقايق كده لحد ما اتسبكت، بس على نار هادية خالص. وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات تانية، لو حابين تاخدوا احلى طعم من الخضار يا ريت تسيبوه على نار هادية بعد ما يغلي، هتاخدي احلى طعم. وهنا كان احلى شكل للسبانخ. عايزه اقول لكم ان انا ضربتها بالهاند بلندر ضربه بسيطه، تقدري تسيبيها بشكل ورقتها لو انت حابه. في نهايه الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك ليه واشتراك للقناه. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.